السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا ومتابعين صبر والي. طبعا ده المرحلة التانية وتابعهم عشان هيبقى ان شاء الله 4 مراحل العنبر دوت او 5 كمان. تمام، هتتابعونا على القناة بإذن الله. جزاكم الله خيرا علشان تبقوا ايه شايفين مراحل المباني اول باول. اول مرحلة يا جماعة في العنبر خالص خالص خالص، انت حضرتك اللي بتجهزها، اللي هي بتبني الطوب اللي تحت دول بارتفاع 50 سنتي. تمام، باينين معانا اهم داير ما يدور الطول في العرض اللي حضرتك بتحتاجه. تمام اهو، وكل 4 متر او 5 متر بتاخد عمود زي ما انتم شايفين اهو. عمود اللي هو الطوب، مالكوش دعوه باللي بره الحديد. بتاخد عمود بالمنظر ده، باين العمدان معاكم اهي. العمود دوت على فكره برضو متمحره عمود بالطوب على عرض طوبه ونص، طوبه كبيره ونص، وانا قستها لكم بالشريط في الفيديو الاولاني. تمام، ودول يا جماعه عنبرين مش عنبر واحد، عنبر واحد بس مقسوم نصين. خدوا بالكم معايا عشان هنشرحه من الداخل. ادا باكيه، باكيه يعني بين العمود والعمود ادا واحد، وده باكيه اللي هي بين العمود واثنين، 3 4. طبعا الباكيه دي كبيره شويه، تيجي حوالي 6 متر ولا حاجه. تمام، خليكم معايا. تمام، يبقى ده 1 2 3 4. 4 في حوالي الباكيه 6، يعني حوالي كام؟ 24. الطول العرض كده معانا 24 متر. تمام، في الجنب الثاني خليكم معايا برضو عشان التقسيمه بتاعت العنبر هتعجبكم ان شاء الله. في الجنب الثاني في كده 14 متر او 15 متر. دول باكيتين، الباكيه بتاعتهم 7 متر. ادي باكيه تمام اهي باينه معانا. تمام، وادي الباكيه الثانيه. طبعا السقف بتاعه معمول صاج يا جماعه. تمام، في ناس الصاج بيبقى مش مكلف كتير زي الخشب. وطبعا انا بعد كده بنبني من فوق الطوب على طول زي ما انتم شايفين اهو، بنسدد لحد السقف معانا من بره داير ما يدور، بتطلع الشغل زي ما انتم شايفين. تمام، طيب ده المدخل بتاع العنبر. طبعا اهو برضو لسه ما اكتملش معانا. ماشي، وهذا العنبر ادى من الداخل، مناطق التكفيل اهي من الداخل. طبعا انا وريتكم حاجه من جوه هنلاحظوها. ادي باكيه هنا اللي قصاد الثانيه باكيه اهي. تمام، وقصاد منها الباكيه الثانيه اهي. حلو، ادي الباكيه، باكيه ادي واحد. كويس، ركزوا معايا بس واحده واحده. ادي واحد وادي ايه 2 قصاد الباكيتين اللي انا عديت لكم ايه منهم هناك. هنا يا جماعه هتمشي كده، هيبقى هنا في ايه باب. باب اهو لسه مركبش، اللي هو من الخشبه دي لحد دي. ده ايه؟ ده باب. دخلت من الباب العمومي في باب يمين وباب شمال. ركزوا معايا بس واحده واحده. كده في باب يمين وكده في باب ايه شمال. طبعا هنا في لسه طوب في النص اهو، شايفين؟ ده هينجفل يطلع لفوق لسه مكان الطوب دوت، هيطلع معانا للعالي. ركزوا واحده واحده. يبقى ده هيبقى جدار معايا اهو، تقسيمه العنبر اهو مثلا بالايد كده. تمام، بقى هتدخل. ركزوا، انا دخلت من الباب العمومي كده، دخلت. ده هيبقى عنبر حمام فرنساوي لاحق. شفتوا بقى الباكيتين اللي هناك اللي انا وريتهم لكم في الاول خالص اهو، والباكيتين العرض اهو، والباكيتين العرض التاني اهو. وهنا خدت باكيه في النص وشها كده. تمام اهي معايا كويس، وشها كده. تمام معايا. بس طبعا التحبيك شغل ممتاز خالص ما شاء الله تبارك الله. متحبك واخد الرفارف بتاعه بفضل الله، فخاره تشيل معاك اي حجم حمامه. بصوا تكفيل الشغل ما شاء الله عامل ازاي. اللهم بارك، حاجه يعني ربنا يبارك لصاحبه اهو. تمام، نرجع. طبعا الفخار لسه معانا ما اكتملش الشغل بتاعه، ما خلصش، لان لسه معانا الجنبين دول هيكتملوا لنهايه ايه السقف. نخش جوه معانا. ماشي، ده طبعا لسه العروسه ديت اللي في النص. ده برضو جدارين، جدار هناك وجدار هنا، قسم العنبر نصين. ده هتطلع لحد السقف. تمام اهو زي ما انتم شايفين اهو. جينا بقى طبعا دخلنا هنا في بقى حاجه واسعه خالص في النص. خدنا العروسه دي ودخلت في النص كده. ماشي اهو، ده برضو الجنب التاني بتاع العنبر اهو. تمام اهو ما شاء الله تبارك الله، والشغل زي ما انتم شايفين اهو. ده كده هنا العنبر بتاع ايه؟ بتاع الفرنساوي اللاحي. طبعا هنخش على عنبر البلدي. طبعا احنا ماشيين كده اهلاوي وافتخر عشان الزملكاويه يعني ما يزعلوش مني. طبعا الناس بقى لها فتره ما شافتنيش بلبس الشغل وانا شغال، دايما شايفيننا بالجلابيه البيضاء الطوب الابيض. فهو الحمد لله كله اكل عيش. تمام، نرجع لبعض تاني.
نسيب صبري والي شويه ونرجع للشغل. دخلنا من الباب العمومي اللي انا وريته لكم في نص الفيديو، دخلت على العنبر الفرنساوي اللاحم، ده هيبقى باب مقفول. وده هنخش على عنبر على البلدي، هنخش على عنبر ايه، بص التقسيمه وركز كويس. تمام، ده كده انا دخلت العنبر البلدي اهو كده كويس، دخلت عنبر ايه البلدي، تمام خالص زي الفل. هنا ده اهو يا جماعه الجنب ده اهو، واحد واحد اتنين، التالت اللي لسه طوب ده هيطلع معايا، ده هتاخد حمام تعزل فيه الزغاليل هنا داخلي، ده تقسيمه جديده خالص بفضل الله. ماشي، بدل ما تعمل اوضه خارجيه عملتها جوه تاخد الزغاليل هنا، يجي اللي ياخد الحمام ما يدخلش جوه العنبر يلف ياخد حاجه بنفسه، انت حضرتك هتجمع له وتسيب له الحمام هنا يوم اتنين، يتعايش في المكان، يعيش في الفخار، بحيث لو تأخر عليك يوم اتنين تلاتة يبقى عنده مكان برضه. او مثلا الكميه ما تستاهلش ان صاحب الشغل مثلا، يعني واحد زي حالاتي عاوز حمام، عندك حمام تبيعه نيجي ناخده، بس بشرط الكميه ما تقلش عن 200 جوز، بحيث عشان نجي لك انا المشوار يجيب اجره العربيه على الاقل معايا. تمام، يبقى أنا لما نيجي تقول لي 50 جوز هنقول لك ما ينفعوش، 200 300 400 1000 نيجي 2000 10000 نيجي ناخدهم. هتحط حمامك هنا، لو انت عايز تجمع بقى اسبوعي 10 ايام، الحمام هيتعايش في العيون دي اهو، يتعايش، وطبعا ده هيبقى مسدود للنهايه، وباب ده مقفول والباب التاني ده مقفول، يبقى انت عزلت الملعب النص الداخلي اللي انت اللي هو مش الملعب بقى، اللي هو هتعزل فيه الحمام اللي هينباع هنا. تمام، نخش بقى بدايه العنبر، ادى البلدي اهو ما شاء الله تبارك الله، طبعا لسه ده ما اتشطبش، لسه الفتحات هتطلع للسقف داير ما يدور. تمام، العروسه ده برضو مشتركه يا جماعه على الجنبين هناك وهنا. تمام، نفس التقسيمه اللي هناك اهي، نفس التقسيمه اللي هناك، وهنا هيبقى فيه ايه الجدار ده اهو، هتاخد فخاره كده وفخاره كده. تمام، العنبر ده بفضل الله شايل 6000 فخاره بفضل الله، يعني حاجه ما شاء الله تبارك الله، هيشيل كميه حمام عاليه باذن الله رب العالمين. تمام، والتكلفه يا جماعه طبعا عشان الناس اللي بتسالني على التكاليف والاسعار، التكاليف بتختلف من مكان لمكان ومن محافظه لمحافظه عشان النقل بتاعنا، ومن فخاره لفخاره، وحط تحت الكلام دي اكتر من خط. تمام، عشان برضه انا بفضل الله ما بنشتغلش الا بالفخاره الكويسه ولها مواصفات معينه وشغل معين، وانا ما بنتكلمش فيها على العام، بنتكلم فيها في الخاص. تمام، يبقى انا دلوقتي زي ما انتم شايفين التحميل، يبقى حضراتكم زي ما انتم شايفين تكفيل العنبر ما شاء الله، حاجه ما شاء الله، ولسه هتنتظروا الجزء الثالث والرابع. تمام، طبعا مع حضراتكم اخوكم حبيبكم صبري والي، اللي بفضل الله بننزل باعلى شغل باذن الله رب العالمين، اعلى شغل واعلى صنعه واعلى فخاره في خامات وحجم وحاجات تانية برضو، خصوصيات ما بنتكلمش فيها على على اليوتيوب، بنتكلم فيها على التليفونات او الواتس بس، مواصفات معينه بفضل الله. تمام، لان كل واحد لازم بيكون له حاجه في شغله كده بيتميز بيها عن الكل بفضل الله. تمام، فالحمد لله رب العالمين، يعني من فضل ربنا علينا الحمد لله رب العالمين، فخاره اللي انا بنشتغل بيها ليها حاجات معينه ووصفات معينه. تمام، واسعار مختلفه بتبدا معاك اكتر من سعر كويس. تاني حاجه يا جماعه بالله عليكم، معلومه طبعا حابب نوضحها للناس اللي هي بتحب مثلا تنزل حمام، لما تيجي تنزل حمام نصيحه اخوك الصغير بلاش تنزل حمام شغال. تمام، لما تجيب حمام هات حمام يكون زغلول لسه بياكل لوحده، لسه بياكل ايه لوحده. واي واحد يا جماعه هيقول لك انا عندي حمام شبابات، ركز، عندي حمام شبابات شهر وهيبيض، قول له معلش حضرتك كده يعني عذرا في اللفظ كذاب، لان انا دلوقتي هنتكلم عليا انا شخصيا صبري والي، عندي حمام هنبيعه. الحمام ده يا جماعه قعد معايا 4 شهور او 5 شهور ناكل فيه، لما انفرمت فيه مصاريف اكل، وخلاص هيبيض عندي هناخد خير منه خلاص، بعد شهر ولا بعد 20 يوم نرجع نبيعه. مين هيعمل كده؟ محدش هيبيع حمام على وش شغل بعد ما هريته كال يعتبر بسعره في ال3 شهور دول تيجي تبيعه، صعب. تمام، ويجي واحد تاني يقول لك طيب انا خلاص هنتعب نفسي ليه ونجيب حمام ليه ويقعد معايا فتره ويشتغل ناكل فيه وندادي فيه 3 4 شهور على ما يبدا ينتج عندي، ما نجيب حمام شغال على طول.
طيب انا نسالك انت اللي بتسمعني، ماشي؟ حضرتك دلوقتي عندك حمام حلو شغال زي الفل، باكلك عيش، بينتج مية مية، هتبيعه ليه؟ جاوبني، هتبيعه ليه؟ تمام؟ طيب يبقى مش هتبيعه الا الضروره قصوى. واحد مسافر بقى، مسافر بره مصر، مصفي حاله هنا وماشي، تمام؟ واحد معذور لظروف الى حد ما وخلاص بقى الدنيا ضاقت بيه، قفل نفسه مديون مثلا. انما واحد عنده حمام حلو وشغال والدنيا حلوه معاه، حمام شغال زي الفل وبينتج وهيبيعه، خط احمر، ماشي؟ بيبيعوا العله. انا نروح نشتري صبري، انا شايف حمامه حلوه، صحه، سن، عمر حلو ما شاء الله، متجوز مية مية، تمام؟ ده اللي انا شايفه قدام مني. انما العله بقى اللي صاحبها هو اللي يعلمها، بس ربنا سبحانه وتعالى اولا، ثم الانسان ده هو اللي عارف علتها. ممكن بقى تكون تعبانه مثلا في البيض مريحه، ممكن تكون مثلا ما بيبيضش مثلا خالص، ممكن يكون مثلا غالبيه كره على غالبيه نتي، ماشي، مش متظبط معاه، ممكن في، المهم انه هو في عله، طالما بصفيه في عله. فانا ننصحك بقى، ملخص الكلام الطويل ده اهو، الشرح الطويل ده اهو، ما تجيبش حمام شغال تبدا بيه مشروعك. اتعب شويه واصرف اللي خلاك صرفت 20,000 30,000 50,000 100,000 على مشروع، مش هتيجي كمان على 10,000 جنيه يا عم توكل فيهم كمل مشروعك، او 5,000 جنيه لحد حمامك ما يبيض معاك وينتج. وبالعكس الحمام في المراحل الاولى ما بياكلش كتير، تمام؟ لان هو لوحده ما عندوش لا اولاد ولا كلام من ده هياكلهم. فانا طولت عليكم، وانتظرونا ان شاء الله بفيديو جديد ومعلومات جديده. بس رجاء اعملوا لنا يعني مشاركه على القناه بتاعتنا على اليوتيوب وتابعونا علشان تستفادوا اكتر وتشوفوا كل جديد وتسمعوا كل جديد معانا. ولو طبعا استفدت مني النهارده بمعلومه جزاك الله خير، دوس اعجاب واضغط على الجرس، تشترك معنا في القناه تشوف كل جديد. وان شاء الله هننزل لكم العنبر دوت بعد النهايه، ومرحله تانية بعد الانتهاء. هيبقى معانا 4 مراحل في الفيديو، نزل مرحله قبل ديت ودي تاني مرحله. طبعا مع حضراتكم صبري والي، مصمم ابراج ومزارع الحمام بالفخار. رقم التليفون 01000 739 728 012 74 71 65 99 03 وحايد 858 30 31. عذرا يا جماعه، معلومه بسيطه خالص في الاخر كده، الناس اللي بتزعل مني والله انا بنبقى مطحون، ماشي؟ يعني انت شايف اهو، انا شوف انا عامل ازاي، طين من فوق لتحتي، تمام؟ بنبقى شغال، رب لك الحمد، ربنا يدومها علينا نعمه، ونشتغلوا بالحلال ونكسبوا بالحلال، مفيش مشكله. بس حضرتك انا ممكن نبقى مشيعلك على الجدار كده وشغال وانت بترن عليا وايدي كلها طين، لا هنعرف نكلمك، ماشي؟ وان كلمتك هنوقف الرجاله اللي بتشتغل معايا نص ساعه ولا ساعه لما حضرتك تفهم مني وتاخد معلومات، تمام؟ فما عنديش وقت، او ترن عليا وانا سايق في طريق، نقف قدام لجنه ما ينفعش نتكلم في تليفون او الى اخره. فرجاء يعني الناس تلتمس لي العذر اللي ما بنقدرش نرد عليها في التليفون. وناس بتقول كلام واحنا مسامحين الكل، اللي يقول يا عم انت ما بتردش، واللي يقول انت ما بتعبرش، واللي يقول والله غصب عني، واحنا مسامحين اللي يظن فينا ظن مش كويس برضه مسامحينه واجرين على الله. طبعا دعواتكم من مكان لمكان ومن محافظه لمحافظه بكل جديد باذن الله، مع اخوكم صبري والي، في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.